22 يونيو 1986 ملعب أزتيكا في المكسيك، أكثر من 114 ألف متفرج. ما كانش غير ماتش ما بين الأرجنتين والإنجليز. الماتش كان حرب سياسية، انتقام لشهداء الأرجنتين في حرب الفوكلاند. في وسط العاصفة كان واحد راجل قصير شعره مخربق وعينيه فيهم الشرارة، دييغو أرماندو مارادونا. الشوط الأول سالب تعادل. دخل الشوط الثاني في دقيقة 51 مارادونا هاز الكرة، عطا باس ودخل كيجري وسط 18. الكرة ترفعت في السماء، مارادونا قصير والحارس الانجليزي تشيلتون طويل وخرج بيديه. هنا وقعت المعجزة اللي بكات الانجليز. مارادونا طار وبلا ما يشوف حتى حد ضرب الكرة بيديه اليسرى ودخلت للشبكة. المدافعين ديال الانجليز كيجريو عند الحكم كيغوتوا كيموتوا بالبكا، ومارادونا كيجري فرحان وكيقول لصحابو غيتلغى البيت. بعد الماتش مارادونا قال جملته الشهيرة: قيست الكرة بيديا وبعون من الله تحسب البيت. الانجليز مازال ما فاقوش من الصدمة، وملي البيت الاول كانت فيه الشفرة وكان فيه شوية ديال الذكاء، البيت الثاني كان فيه السحر والمجا. 4 دقائق من بعد مارادونا غيتسلم الكرة في وسط التيران، دار دورة سحرية، هرب من 2 لعابة وبدا مارادونا كيجري، الكرة لاصقة ليه في رجليه بحال المسكة، هرب من الثالث، تلعب بالرابع، دخل 18، خرج ليه المدافع الخامس طاح للأرض. الحارس شيلتون خرج، مارادونا راوه بالدم بارد وحطها في المرمى 60 متر في 10 ثواني، دوز فيها الفرقة كاملة وسجل هدف القرن. المعلق الأرجنتيني غوتشيريز بدا في الميكرو كيغوت: من أي كوكب أتيت يا دياغو؟ في 4 دقائق مارادونا ورا العالم الخبط الكروي والعبقرية اللي ما كتكررش. وداك النهار الأرجنتين مربحاتش غير الماتش، ولكن ردات اعتبار الشعب كامل. ولكن القصة ما سالاتش مع الصفارة الحب. داكشي اللي وقع مور الماتش في الكواليس كان أغرب. اللعابة ديال الانجليز كانوا خارجين ميتين بالدم، وفي وسط هذا الغضب واحد المدافع انجليزي سميتو ستيف هوج مشى نيشان عند مارادونا في تيران وطلب منه يتبادلوا التيشيرتات. مارادونا وافق وعطاه التيشيرت الازرق التاريخي اللي ماركا بيه بيده هدف القرن. ملي دخل هوج لغرفة الملابس صحابو عايروه وبغاو يقطعوا ليه التيشيرت، اعتبروه خاين وقالوا ليه علاش درتي يدك مع واحد اللاعب اللي ربحنا بالغش. المثير في الامر هو ان هذا المدافع الانجليزي خبى التيشيرت في صندوق ديال الصبابط ومشى بيه لبريطانيا وبقى مخبيه ومرفوع عليه الدعاوي من الشعب الانجليزي لمدة 36 عام، حتى العام 2022 مني قرر يخرج للبيع في المزاد العلني وصدم العالم. التيشيرت تباع ب 9.3 مليون دولار، يعني قريب ل10 مليار ديال السنتيم مغربية. هوج اللي عايرو صحابو بسبب التيشيرت ديال مارادونا، هوج ولا ملياردير. ودابا بغيت نسولكم، واش في نظركم هذا الماتش هو اللي خلى مارادونا يكون اعظم لاعب في التاريخ، ولا ميسي وكريستيانو حيدوا لي هذا اللقب؟ خليوا لي رايكم في التعليق، وما تنساوش ديروا لايك وتابوناو الى عجبك هذا الوثائقي الصغير ان شاء الله.